أهلاً بيكم. النهاردة هنغوص في قصة مثيرة للاهتمام اسمها المشرحة، حكايات الظلام المجهول. القصة دي بتحكي عن خليل شغال في مشرحة، يعني شغله هادي وممل في العادة، بس كل ده بيتغير لما توصل جثة غريبة قوي. بالظبط، القصة بتاخدنا كده لعالم المشرحة بالليل، والمهم هنا إننا نشوف إزاي الرعب النفسي بيزيد خطوة بخطوة، خصوصاً مع الجثة دي اللي اتسجلت باسم مجهول الهوية. يعني البداية نفسها فيها حاجة مش مريحة. أيوة، وصول الجثة دي والقصة بتوصفها بشكل يخض. وش أزرق ومنتفخ، عينين بارزة، كأن حد غرقان. بس اللي لفت نظر خليل أكتر وكان مقلق يعني هو الصمت المسعفين. كانوا متوترين زيادة عن اللزوم. تمام، ودي أول علامة إن الجثة دي وراها حاجة. التوتر ده نفسه بداية القلق عند خليل. وبعدين الأحداث الغريبة بتبدأ تحصل على طول، يعني بعد وصول الجثة دي تحديداً. زي إيه مثلاً؟ خليل بيسمع أصوات مش مفهومة، أصوات غريبة جوه تلاجة الموتى، صوت زي زمجرة كلاب كده وضحكة تخينة. الأصوات دي هي أول مؤشر إن وجود مجهول الهوية ده فتح باب لحاجة تانية. وهنا الموضوع بيبدأ يبقى مرعب بجد. في نفس الليلة بيشوف حاجة زي جسم هلامي بيصرخ بس من غير صوت، وبيحس بحرارة غريبة جنبه. ولما يجي يمشي يحس كأن في إيد نار مسكت رجله. صحيح، والرعب مش بيسيبه في المشرحة وبس، بيلاحقوا لحد البيت. بيسمع صوت بيهمس باسم مجهول الهوية في الضلمة. تفتكري ليه الاسم ده بالذات؟ هو ده السؤال. الاسم نفسه بقى مصدر رعب، والأحداث دي ورا بعضها كده بتبني جو من الخوف والعزلة. واللي بيزود العزلة دي إن زميله العم محروس بيقلل من كل اللي بيشوفه وبيسمعه خليل، يعني بيعتبرها مجرد تهيؤات. دي حاجات بتحصل في شغلانتنا دي، وده بيخلي خليل يحس إنه لوحده تماماً في اللي بيمر بيه. ودي نقطة مهمة قوي، إحساس العزلة ده. تاني يوم الموضوع بيتصاعد أكتر. خليل بيواجه المسعفين تاني وبيكتشف إنهم كذبوا عليه بخصوص سبب الوفاة، كأن في سر حوالين الجثة دي. بالظبط، كأنهم بيخبوا حاجة. وبعدين خليل بيوصل لذروة الرعب بقى، بيشوف رؤية جماعية. كل الجثث اللي في المشرحة واقفة قدامه، يا ساتر، إزاي؟ أجسامهم سودة وعينيهم حمرة وشفايفهم بتتحرك بكلام مش مفهوم. مشهد يعني صعب قوي تخيله. وبعدين؟ بيظهر وراه كيان مرعب، ليه دراع أسود طويل وشعر كثيف وبيهمس في ودنه. مجهول الهوية. أيوه، نفس الاسم. وبعدها خليل بيصرخ وبيغمى عليه. ربط واضح جدا بكل اللي فات. الجثة دي هي المحور بتاع كل حاجة بتحصل، مش مجرد جثة عادية. ممكن تكون